السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من انطيب. ده انا عبد الرحمن عوض، وفي الحلقه دي هتكلم عن البي اف كاش. طيب الحلقه دي هتكون متاخره شويه، اعتقد هنزلها يوم الثلاث بسبب ان انا مشغول شويه في شويه حاجات اوبن سورس وكده، فمكانش عندي وقت اسجل يوم السبت او ليله الحد يعني. فما علينا، احنا هنتكلم النهارده على البي اف كاش. البي اف كاش ده نوع من الكاش كان موجود بقاله فترة، بس دلوقتي بقى عندنا تولز احسن تخلينا نوبتمايز الويب سايتس بتاعتنا ليه. فطول عمره كان بيهيفير الى حد ما مستخبي في البراوزر، ما كانش حد بيحس بيه، وانت ممكن ما تكونش سمعت عنه اصلا يعني لغايه دلوقتي، بس في ناس بتتكلم عنه في كل مكان. مدحت داود لو انتوا بتتابعوه بيتكلم عنه. ف يعني ده واحد من التولز اللي ممكن توبتمايز البرفورمانس بتاع الويب سايت بتاعك considerably، بس في كيسز معينه. دلوقتي البي اف كاش، كلمه بي اف دي اختصار ليه بالظبط؟ دي اختصار لباك سلاش فورورد كاش، يعني باك فورورد كاش. يعني ايه باك فورورد كاش؟ يعني اليوزر لو داس على لينك، يا اما ودى الويب سايت تاني او لسه في within نفس الويب سايت بتاعك وداس على زرار الباك، فالصفحه اللي هو بيرجع لها ممكن يتعمل لها كاشنج في البي اف كاش، فيبقى العودة ليها أسرع بكتير من إن هو يعمل فول ريلود للبيج دي. نفس القصة مع الفورورد، لو هو يعني كتير احنا بندوس على اللينك نلاقيه مفهوش اللي احنا عايزينه صح، وبندوس باك على طول وبنرجع فجأة. وفي ويب سايتس بتبقى سريعة جدا في ده، وفي ويب سايتس بتبقى بطيئة جدا في ده. فاللي احنا هنتكلم عنه النهارده هي حرفيا الريسورس بتاعي هي ارتكل واحده، فانا هسيبها لكم في الريسورسز بجانب طبعا شويه حاجات من ام دي ان، لكن هي كافيه جدا ان احنا نتكلم في الموضوع ده. انا الى حد ما بقرا منها وانا بعمل الحلقه دي. طيب البي اف كاش، تعال قبل نطلع شويه حاجات بره الطريق. هل هي في كروم بس؟ لان معظم الوقت انا بتكلم عن حاجه بتبقى دايما في كروم على اساس يعني بشتغل بكروم اكتر حاجه، لكن لا، حاجه زي دي موجوده في كروم وفايرفوكس وسفاري، وموجوده في كروم سينس فيرجن 96. يعني ده معناه ان هي موجوده من 2021 تقريبا. فلما انا بقول ان دي فيتشر مستخبيه، يعني ده قصدي ان هي فعلا بقالها فتره احنا ما عندناش اي انفلونس عليها قوي، او ما نعرفش ايه اللي بيأثر عليها. بس دلوقتي بقى عندنا تولز كتيره تخلينا نقدر نتعامل بيها، ونقدر في نفس الوقت نعرف ايه اللي ممكن يخلي البراوزر يستعمل بي اف كاش ممكن لا. طيب السؤال الاولاني هنا مثلا، هل دي تفرق ايه مثلا عن ال HTTP كاش؟ يعني هل هي البراوزر كاش؟ لا، احنا لما بنقول براوزر كاش عادة بيبقى قصدك على ال HTTP كاش، دي اللي بيبقى السيرفر بيرجع فيها هيدر وبيقول ماكس ايدج كذا او اكسبايري مش عارف ايه كذا. فدي الحاجات اللي انت بتكونفيجرها عادة على السي دي ان بتاعتك في AWS او في كلاود فرونت او ايا كان يعني. بس لا، مش هي دي اللي بنتكلم عليها، مش هي خالص. البراوزر كاش او اسمها ممكن نقول الاصح HTTP كاش، دي ليها دورها الخاص، بتفيد طبعا في ان هي تخلي داونلود الاسيتس اسرع. البي اف كاش دي قصه تانية خالص. البي اف كاش دي كاش مش بس للبيج، مش بس للريسورسز اللي فيها، دي كمان بيبقى فيها زي كاش للميموري او سناب شوت للبيج كلها في الميموري، وده بينكلود الجافا سكريبت ميموري الوكيشن، ده بينكلود اي حاجه كانت شغاله في الباك جراوند، اي حاجه معموله بتايمر ست تايم اوت، اي حاجه انترفال شغاله، كل ده بيتعمل له كاش. يعني اليوزر لما بيروح البيج تانية ويدوس باك، لو انت البي اف كاش اشتغلت في البيج دي، انت مش بتداونلود لاسيتس جديده، انت مش هتتشيك مع السيرفر، مش هيعمل نتورك ريكوست عشان يريستور ال HTTP كاش من البراوزر والكلام ده كله. كل ده بيبقى سكريبت مش محتاج تعمله. والجافا سكريبت كانها ما بطلتش اكسكيوشن اصلا، كانه بيكمل. وده هيبان من الايفنتس اللي اتكلم عليها شويه كده. بس عموما انت اعتبرها ان هو لما انت بتنافيجيت من بيج لبيج، فهو بيحاول يفريز، وهنا كيورد بيحاول عشان النقطه دي هي الاكثر نقطه هتكلم عليها في الحلقه. البراوزر بيحاول يفريز البيج دي عقبال ما انت تروح البيج التانية، ولو انت رجعت في within تايم فريم معين ممكن يريستور البيج اللي انت اللي كان عاملها فريز، كانه بيعملها انفريز، بيسخنها، فكانك ما سبتهاش. فده بالظبط الاكسبيرينس اللي هم بيحاولوا يوصلوها للناس بالبي اف كاش. لكن البي اف كاش مش جارنتيد، دي يمكن من اكتر الحاجات اللي قد تكون frustrating في التعامل معها، او انك حاسس انك ما تقدرش تخليها تشتغل.
لان في حاجات البراوزر ما يقدرش يعملها. يعني في حاجات صعب ان البراوزر يعمل ديسيجن عليها، ان هو يقول لك اوكي انا مش هعرف افريز البيج دي عشان شويه اسباب، والاسباب دي مهمه جدا عشان انت تعرف توبتمايز البيج بتاعتك البي اف كاش. فممكن اعدي عليهم سريعا، بس ممكن ناخدهم بتفصيل اثناء الحلقه. لسه مش ما عنديش تخيل، انا قاعد بتكلم فما عنديش تخيل عن البلان يعني عن الحلقه. فمثلا حاجه زي الاندكس دي بي. الاندكس دي بي دي اللي هي داتابيس سيستم موجود عندك في البراوزر، تقدر تستعمله وتستور كومبلكس جافا سكريبت اوبجكتس وتكوريهم وتندكسهم. اي بي اي قوي جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت من اسوأ الاي بي ايز اللي ممكن تتعامل معاها. فانا اعتقد ذكرته كذا مره في حلقات سابقه، وكل مره بقول ان هو اسوأ اي بي اي فعلا، من اسوأ الاي بي ايز اللي اتعملت في البراوزر. ومن ضمن يعني عشان نزود الطين بله هنا، انت لو بتستعمله فانت البيج بتاعتك مش هيبقى فيها البي اف كاش. البي اف كاش مش هيتعمل لو في ترانزاكشن ان بروجرس بتحصل فيها اندكس دي بي. بينما حاجات تانية زي set timeout هتشتغل، intervals هتشتغل، الحاجات دي اي حاجه جافا سكريبت تاسك كيوب بتشتغل. طيب قبل ما نخش في تفاصيل اكتر من كده، انت ممكن تسال نفسك طيب ما دام هي التعامل معاها صعب وشويه حاجات بتاثر عليها زي الاندكس دي بي لو في ترانزاكشن شغال، ليه انا اصلا اهتم ان انا يعني ليه اوبتمايز البي اف كاش؟ انا شايف ان الاكسبيرينس دي مفيده جدا في عدد كبير جدا من الويب سايتس، بالذات الستاتيك ويب سايتس مثلا اللي زي دوكيومنتيشن زي بلوجز. فسرعه النافيجيشن دي ما بين بيج وبيج دي بتدي اكسبيرينس افضل لليوزرز بتوعك. يعني انت وهنخش في تفاصيل يعني كلام اكتر في الحلقه، بس يعني ايه، اعتبر ان الموضوع ده مهم. لو انت مش شايف اهميته من دلوقتي استنى معايا شويه. طيب ايه تاني ممكن يأثر على ان البيج بتاعتك ما تبقاش فيها بي اف كاش، او ما تبقاش البي اف كاش دي انيبل؟ فاول حاجه ان انت ممكن تكون بتستعمل انلود ايفنت. انلود ايفنت انت عايز تلسن على البراوزر لما البيج، يعني عايز تلسن لما البراوزر يسيب البيج بتاعتك عشان تقول لليوزر ار يو شور مثلا ان انت عايز تليف عشان مش عارف ايه، او تران اناليتيك مثلا عايز تقول ان اليوزر خلاص ساب البيج عشان تقيس مثلا الريتنشن بتاعك او حاجه زي كده يعني. فانت لو استعملت الانلود ايفنت فانت خلاص البيج بتاعتك مش هيبقى فيها بي اف كاش خلاص، فما ينفعش تستعمله خالص. دي قاعده زي خط احمر بالنسبه لهم. never use the unload event. دي موجوده بالبنط العريض عندهم في الحاجات اللي انت ما ينفعش تستعملها. وانا شايف ان الانلود ايفنت يعتبر اكسبيرينس يعني يفضل ما تستعمله. ليه يوز كيسز طبعا يعني، بس الايفنت نفسه unreliable، وفي نفس الوقت ينفع يبقى disabled لو انت ما كنتش تعرف ده. في actually header اسمه permission policy ممكن يديسيبل الانلود ايفنت، فانت ما تقدرش تلسن على الانلود ايفنت على اي فريم مثلا او حاجات او بيج انت بتمبدها لو الدومين التاني قرر ان انت لا يا باشا انا مش عايز حد يلسن على الانلود ايفنت عندي. او كروم حاليا بيحاولوا يدبريكيتوا الايفنت ده خالص عشان هو unreliable وعشان البرفورمانس امباكت بتاعه على البي اف كاش. فدي حاجه انترستنج. في ايفنت تاني ممكن تلسن عليه زي مثلا بيفور انلود، فده مختلف شويه بس ده، وفي نفس الوقت ما بيأثرش قوي على البي اف كاش. يعني ده مش بالضروره يعني احنا لو بنتكلم دلوقتي على الكرايتيريا اللي يخلي الويب اب بتاعك eligible للبي اف كاش، فبيفور انلود ما بيخليهاش بالضروره ان eligible، لكن في نفس الوقت ممكن في يوز كيسز لو انت استعملتها بالبيفور انلود بتخلي الويب سايت برضو بتاعك ان eligible برضو. زي مثلا نفس القصه اللي قلت لك عليها اللي هي انت عايز تسال اليوزر عايز يسيب البيج بتاعته ولا لا، عشان مثلا هو عامل ايديتس والايديتس دي مش سيفد في تكست اريا، او لو انت ويب سايت فيه اديتور او حاجه زي كده يعني. هي مش بواخه، هي فعلا اليوزر ممكن يكون عمل تشينجز ومش سيفد لسه، فانت عايز تتاكد هو مش عايز يلوز التشينجز دي ولا لا. فانت لو بتحط الليسنر ده على طول يعني قلت ويندو اد ايفنت ليسنر بيفور انلود وسبته عايم كده خلاص، ده يطلعك ده بره الاليجيبيليتي بتاعت البي اف كاش، فزيه زي الانلود ايفنت هنا. لكن لو انت بتضيفه كونديشنالي ده مش بالضروره هيخليه ineligible، ده هيخليه ineligible في الكيسز بتاعت لو اليوزر فعلا عنده unsaved changes. فانت كده في فرق هنا، في فرق من ان انت الاف كونديشن بتاعك يبقى جوه هاندلر موجود على طول، تقول اف عنده تشينجز نساله السؤال بتاع ار يو شور يو وانا ليف والكلام ده. وفي فرق ما بين ده وما بين ان لما يبقى عنده unsafe changes هنحط الايفنت ده،
ولما يسيف التشينجز بتاعه هنشيل الايفنت ده. في فرق بين الاثنين هنا. احنا بنتكلم على انك تحط الايفنت ده او تلسن على الايفنت ده كونديشنالي، مش تهندله كونديشنالي. في فرق كبير بين الاثنين. فلو انت بتهندله كونديشنالي، يعني الاف بتاعت انسيف تشينجز جوه الهاندلر بتاعك، فده معناه الايفنت بتاعك موجود على طول، خلاص يبقى زيك زي الانلود ايفنت طلعت بره البي اف كاش. لكن لو انت بتلسن عليه لما يبقى اليوزر عنده انسيف تشينجز ولما يسيف التشينجز بتاعه بتشيله، فده بيخلي البيج دي في الستيت دي ساعتها eligible للبي اف كاش، على الاقل مش بتفيوليت القاعده بتاعت الانلود ايفنتس. طيب ايه تاني ممكن يبقى يأثر عليه؟ حاجه زي الكاش كنترول هيدر. الكاش كنترول هيدر فيه ليه فاليو اسمها نو ستور، فده ممكن انت ترجعه على السيرفر، ممكن يرجعه على ريسبونسز ان هو يقول للبيج يقول للبراوزر ما تستعملش اي اتش تي بي كاش هنا. انا شخصيا عمري ما استعملت الهيدر ده، لان يعني نادرا ما بيبقى في كيس ان البيج بتاعتي فيها انفورميشن سنسيتيف هتبقى لودد ك اس اس ار بيج، او هتبقى لودد مع السيرفر او سيرفر لودد بيج يعني. فانا بس انا متخيل كيسز زي دي، مثلا زي البيج بتاعت حسابك في البنك مثلا، انت مش عايز يعني حتى لو يا عم نفترض البنك بتاعك ما بيستعملش جافا سكريبت خالص في البيج دي، انت مش عايز البراوزر يكاشها، فساعتها كاش كنترول نو ستور هي بتعمل كده. وفي نفس الوقت بالرغم انا قلت لك في الاول الحلقه ان البي اف كاش مش الاتش تي دي بي كاش، هي مختلفه تماما عنها، لكن في نفس الوقت الكاش كنترول هيدر ده برضو بيأثر عليها، عشان هم عايزين يرسبكتوا النيد بتاعتك ان انت مش عايز البي جي تي يبقى كاش تبقى اي شكل من الاشكال، لان ده بالنسبه لهم افضل ان هم يضيفوا هيدر تاني والناس مضطرين يكونفيجروه. فموستلي يعني الى حد ما باكورد كومباتيبلتي مش متاكد، بس انا متخيل حاجه زي كده فعلا. وبالنسبه بقى للكيس التانية البيجز اللي انت محتاج فيها يكون الكونتنت فريش، لكن مش بالضروره كونتنت سنسيتيف، زي مش صفحتك في البنك او حاجه زي كده. فالفاليوز الثانيه بتاعت الهيدر دي زي نو كاش او ماكس ايدج زيرو، الحاجات دي كلها دي ما دي بتاثر على ال HTTP كاش، فعلا مش هيكاشها برضو او هيرينفاليديت الكاش ده اسيتس على طول، لكن في نفس الوقت مش بيأثر على البي اف كاش هنا. دي سبيشال كيس بس مع الفاليو اللي اسمها نو ستور. في كيسز بقى صغيره مش هتكلم فيها بالتفصيل قوي، يعني مثلا ويندو دوت اوبنر، لو انت البيج بتاعتك ليها اوبنر، يعني البيج بتاعتك دي اي فريم وبتتفتح من بيج تانية، فلو هي ليها اوبنر فعاده او بتستعمل مسجنج اي بي اي زي بوست مسج والحاجات دي كده، وبتكوميونيكيت يعني مع البيرنت بيج بالطريقه دي، فغالبا البيج المفتوحه والبيج اللي فتحتها الاثنين مش هيبقوا eligible البي اف كاش. يعني دي نقطه تخلي بالك منها. الحاجه اللي انا شايفها مهمه هنا شويه، او يعني التفصيل المهم هنا، ان حاجات زي الاندكس دي بي، ايه الاي بي ايز بتاعت البراوزر اللي ممكن يعني اللي احنا اتكلمنا عليه ده، شويه ايفنتس شويه سيتويشنز صح، شويه هيدرز، لكن ايه حاجه انا ممكن استعملها في الجافا سكريبت بتاعتي ممكن تبريفنت البي اف كاش دي. فاحنا اتكلمنا على الاندكس دي بي، بس في كيسز تانية زي لو انت عندك in progress fetch request او XHR request، ده برضو هيمنع البي اف كاش. برضو لو انت عندك WebSocket currently active او WebRTC connection اللي هو peer to peer، او لو انت ويب سايت بيعمل calls او live calls او حاجات زي كده، فده دول الاي بي ايز بتاعت WebSocket والWebRTC هيبريفنتوا برضو البي اف كاش، البراوزر مش هيحاول اصلا يعني. اوكي يعني معنى كده ان احنا لمتنا 3/4 الويب سايتس بالحركه دي. بس لا، هي الكيس هنا على مش ان انت بتستعملهم ولا لا، الكيس هي لو في in progress operation بيهم ولا لا. يعني في الاندكس دي بي مش لو انت بتستعملها ولا لا، لو في open transaction حاليا فيها شغاله ولا لا. نفس القصه مع فيتش، هل في in progress fetch request او HR request ولا لا، وهل في open WebSocket connection او WebRTC connection ولا لا. لكن ممكن عادي يكونوا موجودين لكن connections دي closed. فده معناه ان احنا هنا في opportunity عندنا ان احنا نمانج السايكل دي عن طريق ان احنا على قدر الامكان نحضر البيج للسيتويشن بتاع البي اف كاش، ان احنا لو كان في طريقه تخلينا نلسن قبل ما البراوزر يعمل الديسيجن، قبل ما يقول يا جماعه انا عايز نفسي اجرب افريز البيج دي، فساعتها نقوم نقفل الحاجات دي، نقفل الكونكشنز المفتوحه، نقفل الداتابيسز في الاندكس تي بي، نقفل الترانزاكشنز، الفيتشر ريكويست نابورتها مثلا، او ما اعرفش نعمل فيها حاجه عموما يعني. غالبا ما عندكش حاجه غير انك تابورتها. لو ويب سوكت ممكن نقفله عادي مش مشكله، ما كده اليوزر هيسيب البيج صح، فيعني ايه اللازم انه يفضل مفتوح.
وفي نفس الوقت برضو الويب ار تي سي برضو يعني خلاص هو هيسيب التاب يعني ملهاش لازمه ان انا صعب اكيب الكونكشن اوبن والبراوزر مش هيعرف يريزومه ليا لما يرجع. فلو في طريقه تخلينا نقفل الحاجات دي كلها بروجراماتيكلي بالكود بتاعنا بحيث ان البراوزر ساعتها يقول تمام لا انت كده فعلا ما عندكش اي حاجه من الحاجات دي شغاله، انت عندك فرصه اعلى ان البيج دي يتعمل لك فيها بي اف كاش. وانت لو بتتابع البودكاست هتعرف ان انا لو ما فيش طريقه اقول لك على طول ما فيش طريقه، لكن لو انا بقول لو في يا سلام لو كان في طريقه تخلينا نعمل القصه دي كلها. فاحنا عندنا شويه ايفنتس ظريفه جدا ممكن نستعملها علشان نحضر البيج بتاعتنا للبي اف كاش. فاول واحد عندنا خالص هو البيج شو. البيج شو ايفنت ده بيفاير على طول بعد اللود ايفنت. لو انت بتلسن على اللود ايفنت ايا كان الغلط، فانت عشان مثلا تماونت الرياكت اب بتاعك او تماونت الفيو اب بتاعك او ايا كان، فالبيج شو ده بيحصل على طول بعدي لما البيج تبقى انيشال لودنج، وده عادة يعني الوقت اللي كان بيفاير فيه. وبرضه بيفاير لما البيج بتبقى ريستورد من البي اف كاش. وهنا الايفنت ده ريلايبل يعني ده هيكسكيوت كل مره سواء البيج دي اتفتحت من البي اف كاش او اتفتحت ان اليوزر نافيجيتد ليها عادي. ده معناه حاجه لما انا بقول لك ان ده ريلايبل، ده معناه اللود ايفنت اللي احنا كلنا بنستعمله لاغراض عديده مش ريلايبل، لانه اللود ايفنت اكشولي مش بيفاير لما انت بتريستور البيج من البي اف كاش. يعني لو اليوزر ده سباك اللود ايفنت بتاعك احتمال ما يشتغلش لو البيج دي اتحطت في البي اف كاش، لكن لو ما كانتش محطوطه في البي اف كاش فاللود ايفنت هيرن عادي. فممكن لو انت عندك اناليتكس او حاجه زي كده البيج شو ايفنت يبقى مفيد ليك اكتر لمجرد بس انه ريلايبل اكتر من اللود ايفنت، لان اللود ايفنت مش دايما هيرن في الكيس دي. طيب البيج شو ايفنت ده مفيد ازاي؟ اوكي هو معناه ان هو لما انت بترجع من البي اف كاش فهو برضه بيرن، فكان عندك لود ايفنت بيرن في جميع الكيسز. لا البيج دي اتفتحت ايا كان بقى السبب، فالايفنت بتاعه عليه بروبرتي انترستنج اسمها persisted. فبرزستد دي بوليان، لو هي ترو ده معناه ان البيج دي اتعمل لها ريستور من البي اف كاش، ولو هي بفولس فده معناه ان هي اتلودت عادي وعملت اتش تي تي بي ريكوست عادي، مفيش اي الشغل اللي احنا قلناه ده كله ما حصلش. طيب انا دلوقتي عرفت البيج اتفتحت من بي اف كاش، ده مش مفيد قوي. طب ايه اللي ممكن اعمله عشان اعرف ان البيج هتروح للبي اف كاش، او ايه اللحظه البراوزر هيعمل فيها الديسيجن ده؟ في ايفنت عكسه اسمه بيج هايد، فده برضو عليه نفس البروبرتي اسمها persisted. فده لما تبقى true ده معنى البراوزر هيحاول يدخلها البي اف كاش. لو false ده معناه ان البيج دي مش هيتعملها بي اف كاش خالص. فهنا الموضوع قد يكون مش ريلايبل برضه، لان احنا بنتكلم البي اف كاش دي مش ديترمينستيك قوي، لان فيها متغيرات كتيره محتاجين ياخدوها في الحسبان بسبب كل الاي بي ايز اللي ممكن تكون شغاله، بسبب كل حاجه ممكن تكون مأثره على الموضوع ده. يعني مثلا انت ممكن تكون بتستعمل اي فريم، والاي فريم بيلسن على ايفنتس معينه، فهو الاي فريم اللي هيبريفنت لك البي اف كاش مش الكود بتاعك. فحاجات صغيره زي دي. بس ده خلينا نقول ان كلمه persisted دي مش absolute، يعني لما يبقى true ده مش معناه ان 100% هيبقى بي اف كاش، لا ده معناه ان عندك very high chance ان هو يخش البي اف كاش. لكن false ده معناه انه مش هيتعمل له كاش خلاص الموضوع انتهى. فاوكي ده كويس، دي الى حد ما بقى عندي طريقه اعرف البراوزر هيعمل ايه، يعني هياخد decision ده امتى، وساعتها انا ممكن اكتب الكود بتاعي على ذلك الاساس. فاحنا ممكن نعمل بقى اللوجيك اللي يخلينا نهندل الكونكشنز والحاجات دي كلها عن طريق ان احنا نلسن على الايفنتين دول. انا ممكن السن على البيج هايد واقفل الداتابيس ترانزاكشنز، او اقفل الداتابيس عموما، يعني الداتابيس كلها بتاعت الايد اندكس الدي بي. ممكن اكنسل اي اون جوينج فيتشر ريكويست. هتقول لي طب ازاي اكنسل اون جوينج فيتشر ريكويست؟ ممكن تستعمل الابورت كنترولر، اتكلمت عنه في حلقه قبل كده وهسيب لك لينك ليه. طيب ممكن تكنسل برضو اي ويب سوكت تقفله. احنا كده متفقين ان خلاص اليوزر سايب البيج، فان انا احط الحركه دي بس كده ان احنا ممكن لما يدوس باك ويرجع البيج تلود اسرع. فاحنا ليه لا؟ صح. في كيس تاني ان احنا ممكن برضو نعمل نقفل الويب ار تي سي كونكشن برضو لو في حاجه زي كده، لو البيج بتعمل لها هايد يعني. فبس سواء بقى بريزيستنت مش بريزيستنت مش فارقه، لان دي حاجات خلاص ما عادش ليها لازمه. صح، يعني انت مش عايز الترانزاكشن تفضل شغال، انت مش عايز الويب سوكت كونكشن يفضل شغال، انت كده مش هترسبوند ليه عشان البيج بتاعتك اتعمل لها انلود، اترمت في الجاربج كولكشن حرفيا. فاحنا ما بنعملش حاجه هتاثر على الويب سايت بتاعك كده، احنا بس حاطين لاير زياده كده ممكن يظبط البرفورمانس في كيسز معينه.
في كيس انه يوزر ده سباك في وقت معين. وعكس الموضوع ده ممكن بقى اون بيج شو، لان احنا كده ضامنين ان البيج شو فيه بروبرتي مهمه كده، ان لو هي بيرزيستد في البيج شو فهي جارانتيد. احنا قلنا في البيج هايد بيرزيستد دي مش جارانتيد، يعني بيقول لك انا هحاول الويب سايت بتاعتك انا شايفها اليجيبل فانا هحاول ادخلها البي اف كاش، بس ممكن ايه اديسايد بعد كده لا انا مش هعمل كده. لكن في نفس الوقت البيج شو البرزيستد بتاعتها ريلايبل، ده معناه انا فعلا اتعمل لي ريستور 100% من البي اف كاش، فانت كده ضامن. ممكن تقول اف الايفنت دوت بيرزيستد في البيج شو ايفنت، تعال نريزوم بقى الحاجات اللي احنا كنا فاتحينها كلها. لان افتكر ان احنا حتى بنكاش الجافا سكريبت هيب وبنكاش الحاجات دي في البي اف كاش، ده معناه ان كل الكلاينتس بتوعك والحاجات اللي انت بتستعملها في الميموري لسه موجوده. فانت ممكن تقول كلاينت اوبن داتابيس، وممكن ايا كان اللي انت بتستعمله، ممكن تفتح الويب سوكت كونكشن تاني، ممكن تفتح الويب ار سي كونكشن تاني تريزومه يعني او تريستارته، مش فارقه كتير عشان تريستور الحاجات دي. الفيتشر ريكويست اعتقد مش هتعرف تعمل له حاجه. لو انت حابب بقى انك تستور الكرنت معلومات عن الفيتشر ريكويست وتستوره قبل ما تابورته بحيث انك بترجع تتريجره تاني، قشطه ماشي، بس انا شايف ان ده اوفر شويه، فممكن مش لازم تعمل كده. لو اليوزر اخد اكشن خليه ياخد الاكشن تاني. انت كنت بتعمل فيتشر ريكويست ليه بالظبط؟ اكيد ما كانش عشوائي، اكيد بترياكت النافيجيشن لليوزر، اكيد اليوزر داس على حاجه ودى الماوس في حته، يعني في حاجه حصلت. فغالبا انا مش هعمل حاجه زي كده، مش هرستور الفيتشر ريكويست. لكن حاجه زي الويب سوكت كونكشن ديفينتلي هرستورها، حاجه زي الويب ار سي كونكشن اكيد هرستوره، ولو بستعمل اندكس دي بي وعايز اوبن كونكشن على طول عليها برضه هرستوره. البودكاست ده برعاية بريزما. بريزما بتقدم لك تول كيت بتسهل لك التعامل مع قواعد البيانات بأفضل طريقة ممكنة. Data pooling, caching, real-time database subscription، ده غير end-to-end type safe ORM لNode.js. من أول SQLite لMongoDB بتوفر لك تكامل ودوكيومنتيشن عشان تربط قواعد بياناتك مع كل السيرفرز، بدءا بExpress.js ومرورا بأبولو وGraphQL، وما بتوقفش عند Next.js. لو حابب تعرف أكتر زور بريزما من خلالنا عن طريق اللينك اللي في الديسكريبشن، أو لو بتسمعنا على untype.fm زور بريزما عن طريق رابط السبونسرز. دلوقتي في API تاني اسمه Page Lifecycle API، وده موجود بس في كروميوم براوزرز، يعني مش موجود في فايرفوكس ومش موجود في سفاري. فانت لو الابلكيشن بتاعك انت ضامن ان هو هيشتغل على كروم او very high likelihood انه يشتغل على كروم، ممكن تستعمله ك progressive enhancement. لو الايفنت موجود قشطه، لو مش موجود ما البراوزر مش هيفايره، صح؟ انت لو بتلسن على اسم ايفنت مش موجود مفيش حاجه هتحصل، مش بتكراش حتى يعني. اللايف سايكل اي بي اي ده اعتقد ممكن اتكلم عنه لوحده في حلقه يعني، بس المهم فيه ان في ايفنتات فيه انترستنج متاثره بالبي اف كاش دي. ففي عندنا ايفنت اسمه ريزوم. الايفنت اللي اسمه ريزوم ده بيفاير لما البيج تبقى ريستورد من البي اف كاش، يعني زيه زي البيج شو بس بيفاير بس لو البرزيست ترو. يعني اعتبره زي ايه، فلترد فيرجن من البيج شو، ان هو بيفاير لو البي اف كاش ديفينتلي ريستورد. فممكن يبقى احسن انك تستعمله مثلا بحيث ان انت ترياكت ضامن 100% ان الهاندلر بتاعك بيرياكت لبي اف كاش ريستوريشن. فمثلا لو انت بتحط اللوجيك بتاع انك تري اوبن الويب سوكت كونكشن، مش لازم اقول اف ايفنت بريسيستد رجع لي الكونكشن ده، لا ممكن نعمل على طول اللوجيك بتاعنا ان احنا نقول اوبن الكونكشن، لان انا عارف ان 100% انا رجعت من بي اف كاش. وفي بقى عكسه في فريز ايفنت، وده بيفاير immediately برضو بعد البيج هايد، وبيفاير لو بريسيستد برضو بترو. فده معناه انك ممكن تستعمله كفلترد فيرجن من البيج هايد، ان لو البراوزر قرر ان هو يدخل الاب بتاعك في البي اف كاش فاحنا نقفل الكونكشنز دي او كده. انا شخصيا دي حاجه انا قلت لك انك تقفل الكونكشنز دي حاجه كده هتحصل، اعملها اون بيج هايد عموما وخلاص، مش لازم نتشيك الايفنت بريزيستد، سواء حصل او ما حصلش مش مهم معانا قوي يعني. بس هو برضو مش ريلايبل، مش معناه ان هو الايفنت فريز ده فاير، ده معناه ان 100% البراوزر هيحط البيج بتاعتك دي في البي اف كاش، لا خالص. ده معناه ان البراوزر بينتنت بيقولك انا هجرب، بس في حاجه ممكن تخليني ما اعملش كده بعدين. فدي زيها زي الايفنت بريزيستد في البيج هايد، مش ريلايبل. هي بتقولك البراوزر هيحاول، وانت بقى قفل اي حاجه ممكن تكون هتاثر على الديسيجن ده، وممكن يعملها ممكن لا، فانت وحظك الى حد ما يعني. لكن
احنا مش بنضر الويب سايت بتاعنا. انا بكرر النقطه دي، انت مش بتعمل حاجه هتضر الويب سايت بتاعك. يعني ويب سايت كونكشن كده كده هتلوزه. الويب ار سي انت لما بتقفل جوجل ميت ما هو بيقفل جوجل ميت، انت ما عندكش اوبشن اصلا الفيديو يفضل شغال، البيج اتعملها انلود خلاص. فاحنا ما بنعملش حاجه زي ده، احنا بس بنعملها بدري سيكا بحيث ان البراوزر يبقى في موقف افضل، البيج تبقى في وضع افضل، ان يبقى شكلها محترم زياده قدام البراوزر، انه يقول لك ماشي انت كده تمام انا هحطك في البي اف كاش. بس الريزوم والفريز ايفنتس دول زي ما قلت لك هم بس موجودين على الكروميوم براوزرز، فمش ريلايبل قوي انك تستعملهم ك progressive enhancement لو انت عايز تعمل حاجه معينه شور. بس for the most part يعني انا لو optimize page هستعمل page show page hide، لان انا عارف انهم موجودين في كله. في حاجه تانية ان خلي بالك لو انت عايز تقيس لان حاجه في البرفورمانس بالذات من الحاجات اللي انت لازم تميجرها من وجهه نظري، لان انت ممكن تضيع ساعات فيه وما يديكش الريزلتس اللي انت عايزها. يعني انت بتوبتمايز البرفورمانس بتاع البيج بتاعتك ليه؟ عشان تدي يوزر اكسبيرينس احسن، عشان اليوزرز يقدروا يستعملوا الويب سايت بشكل افضل، عشان تقدر تخليه يشتغل على ديفايسز بريسورسز اقل. فالبرفورمانس ذات نفسه مش هو الجول. انت مش بتوبتمايز البرفورمانس من اجل البرفورمانس، انت بتوبتمايزه عشان في جول في الاخر ان اليوزر يبقى مبسوط او حاجه زي كده. يعني لازم ياند في مصلحه البيزنس بشكل او باخر، غير كده هو شيء ملوش لازم انك تضيع وقت عليه. زي اي كيس، يعني انت هتسمع بتوع الباك اند مثلا ان هم بيقيسوا الكاش هيت، يعني لو هم بيكاشوا حاجه مش متاكدين هي هتفرق قد ايه في البرفورمانس، بيقيسوا حاجه اسمها كاش ميس والكاش هيت ريت، بيشوفوا قد ايه فعلا من الريكوستات افويدنا البروسيسنج بتاعها او الداتا بيس كويري بتاعتها لمجرد ان احنا كنا عاملين لها كاش. فبيقيسوا الهيت ريت وبيطلع لهم ريبورتس ويقول لهم انت كان عندك هيت ريت 60% مثلا، فده حلو، ده معناه ان انا قللت 60% من البوتنشال ترافيك مثلا. فنفس القصه هنا عندنا في الفرونت اند، كاش كاش في الاخر. فنفترض انك عايز تقيس الكاش ميس والهيت ريت بتاعك، هتعملها ازاي؟ فانت ممكن تعملها عن طريق ان احنا نستعمل بيج شو بيج هايد ايفنتس. احنا ممكن تلوج الايفنت بتاع ايفنت دوت بيرزيستد بروبرتي وتقول في البيج شو مثلا، مش لازم تستعملها قوي في البيج فريز يعني، او البيج هايد. البيج هايد مش مفيده اعتقد يعني في القصه دي، لكن بيج شو ان انت لو هي الايفنت بيرزيستد فهي ريلايبل ان هو فعلا احنا رجعنا من البي اف كاش، ولو هي فولس فاحنا ما رجعناش من بي اف كاش. فانت ممكن لكل بيج تلوج الايفنت ده عندك في اي اناليتيك تول انت بتستعملها، او لو عندك كاستم لوجر ممكن تستعمله، وتشوف الهيت ريت بتاعك قد ايه. فلتر الايفنتات، شوف التوتال ايفنتس مثلا بتاعت بيج شو اللي اتفايرت كام، وشوف كام واحده منها الايفنت بيرسيستد كان بترو، وشوف في انهي بيجز مثلا. فده ممكن بيقول لك على بيجز انت ممكن توبتمايزها، ممكن يقول لك على بيجز ما ينفعش توبتمايزها. يعني في معلومات هتطلع لك من الموضوع ده، ومش بالضروره يكون الكونكلوجن دي البيجز اللي محتاجه اوبتمايزها، لا ده ممكن يكون معناه ان دي البيجز اللي انت ما ينفعش توبتمايزها عشان عندك اي فريم فيها مثلا او حاجه زي كده. ف انا شايف دي حاجه مهمه جدا انك برضو تاخدها في الحسبان. وفي تحذير هنا انا مش هاخد فيه كتير برضو، لان اعتقد ده كلام بتاع الناس الاكسبيرينس اكتر في البرفورمانس عني، يعني ان البي اف كاش قد تاثر على قياس البرفورمانس عموما بالتولز اللي انت ممكن تكون بتستعملها عشان تقيس البرفورمانس بتاعك. فمثلا ممكن تسكيو الداتا بتاعت حاجه زي ال LCP وال FCP، الاثنين هيبقوا عندهم نفس الفاليو مثلا. ليه؟ لان كل حاجه لودت في نفس الوقت. بس انا متخيل ان هم عايزين يسبندوا شغل اكتر هنا، ان هم ما يحاولوش يكولكتوا الداتا بتاعت البي اف ريستور او يحطوها في ريبورت لوحدها او يبعدوها شويه، لانها بتاثر على كل حاجه. يعني سي ال اس غالبا مش هيحصل عندك سي ال اس لان انت لوديت كل حاجه في نفس الوقت. انتراكشن تو اكسبينت انت بتريزوم الكرنت بروجرس بتاع اليوزر في البيج. ال سي بي والاف سي بي هيبقوا نفس الفاليو لان الاثنين بيلودوا في نفس الوقت، وكل حاجه بتلود في نفس الوقت. فمفيش يعني حرفيا مفيش حاجه قوي تتعمل. كان اليوزر يعني سويتش التاب، هو كان بيشوف البيج بتاعتك وبعد كده دوس على تاب تاني ورجع على طول. فده اللي حصل افكتيفلي، ده اللي حصل. فده طبعا هيأثر لك على داتا كتيره في البرفورمانس، ممكن يأثر عليها بشكل نيجاتيف يعني، او يضحك عليك انه يقول لك لا ان انت اسرع من ان انت اكشولي يعني. انا متخيل ان كروم مش هيسيبوا الموضوع ده زي ما هو، اكيد هيحاولوا يعملوا حاجه في القصه دي لو هم عايزين يبوبيلارايزوها اكتر، ما يبقوش هم عملوا الكور ويب فايتالز وفي الاخر يبقى في API بيمبروف البرفورمانس بس بيأثر على الكور ويب فايتالز بتاعتك وبيديك فاليوز مش مظبوطه يعني. يعني انا كده سايب لك لينك الارتكل الكامله من web.dev، فراها كويس وفيها ديتيلز اكتر عن القصه دي في الاخر. طيب السكشن النهائي من الحلقه ممكن نتكلم فيه عن
اس بي اس. فدلوقتي البي اف كاش ما بتشتغلش في السوفت نافيجيشنز. يعني انت لما بتعمل بوش ستيت وبتعمل باك، فانت الاس بي بتاعك هو اللي بيهندل النافيجيشن صح، او الراوتر بتاعك كلاينت سايد راوتر هو اللي بيهندل النافيجيشن. فبي اف كاش ما بتشتغلش في كيسز زي دي، ما فيش حاجه تعملها قوي يعني. بس اللي ممكن تعمله ان هي تسرع اللود بتاع الاس بي بتاعك. لو اليوزر كان مثلا ساب الاس بي اي الابلكيشن بتاعك وراح بيج تانية او اس بي اي تاني، لو انت مثلا عندك المين اب وعندك سب ابلكيشنز تانية، فاللي هي الحته اللي هو بيكروس الباوندري بتاع اللي هو فول بيج ريلود، ساعتها انا ممكن هنا فعلا استفيد من البي اف كاش ان هو يلود الاس بي اي بتاعي اسرع ويرزوم، ويبقى انا بستفيد بالكامل من البي اف كاش هنا. دي نقطة مهمة جدا ومحتاج تفرق في القصة دي. ما انت بتقولي ماشي، ما انا بدوس باك وفورورد برضه في الاس بي اي. ايوه بس دول طول ما هم سوفت نافيجيشنز، الباك والفورورد طول ما هم سوفت يعني بيحصلوا بالهيستوري اي بي اي، بالراوتر بوش ستيت او ريبليس ستيت او ايا كان، فكده البي اف كاش ما بتشتغلش. دول سوفت نافيجيشنز، دي البي اف كاش ما بتاثرش عليهم. لكن لو في هارد نافيجيشن، يعني انت سبت البيج ورحت اس بي تاني او ويب سايت تاني خالص، فساعتها انا ممكن استفيد لو اليوزر ده باك والاس بي بتاعي البيج بتاعتي يعني في الاس بي بتاعي كانت اوبتمايزد البي اف كاش بالتكنيكس اللي احنا قلناها، فده معناه ان هي هتلود اسرع في كل حاجه. طيب البي اف كاش ده بيساعد بيحل مشاكل كده ايه انترستنج، قد تكون فرستريتنج جدا في اليوزرز بتوعنا. يعني احنا اتكلمنا في الحلقه كلها كلام تكنيكال، لكن اوكي انا كويب ديفلوبر استفدت ايه يعني؟ وانا حاسس ما كانش المفروض احط النقطه دي في الاخر، بس خليها نعتبرها ريورد للناس اللي بتكمل للاخر. انا استفدت ايه دلوقتي لما انا عملت البي اف كاش في الابلكيشن بتاعي؟ ايه المشاكل اللي انا حلتها اصلا؟ فخليني اقول لك شويه حاجات انت ممكن تكون حلتها بمجرد بس ان انت اوبتمايزت البي اف كاش. فكيس زي دي مثلا، انت عندك انفينيت لودنج بيج بتلود ريسورسز كل ما اليوزر بيسكرول تحت، زي مثلا عنده سوشيال فيد او عنده اي كوميرس بيلود برودكتس، ايا كان حاجه بتليست حاجات والباجينيشن شغال بالانفينيت لودنج. فلما اليوزر يسيب البيج ويرجع تاني، هو عايز يرجع مطرح مكان صح. طيب في الكيس دي ممكن من ابوخ المشاكل اللي بتحصل في الانفينيت لودنج. ارجع زي اليوزر في النقطه اللي كان فيها. فانت ممكن تشقلب حرفيا عشان تخلي الموضوع ده يشتغل، او ممكن تستفيد من البي اف كاش. ان انت لو اوبتمايزت البي اف كاش انت مش هتعمل حاجه، كل حاجه هترجع شغاله زي ما هي، الميموري زي ما هي، كل جافا سكريبت زي ما هي، الايفنتس زي ما هي، كل حاجه زي ما هي، مكان اليوزر في البيج زي ما هو. حرفيا انت مش هتكتب سطر زياده، غير طبعا ان انت كتبته عشان توبتمايز اصلا للبي اف كاش في الاول. لنفترض دلوقتي ان انت اوكي البيج بتاعتي ما اتعملهاش بي اف كاش، ازاي انا ممكن اريستور حاجه زي دي في انفينيت لودنج ابلكيشن بتاعي؟ والله في تكنيكس كتيره، بس دي في معلومتين انت محتاجهم جدا. يعني واحد، اليوزر كارنتلي بيشوف ايه، واليوزر كارنتلي فين في السكرول بوزيشن. برزست الاثنين دول في مكان ما وحاول ترستورهم، والموضوع لحد ما يشتغل. ممكن اتكلم ده اكتر في حلقه عن الباجينيشن مثلا، عشان حاسس ده ريليتد اكتر هناك، لكن مش وقته في الحلقه زي دي. طيب تعالوا انهي الحلقه خالص. يعني انا قلت انا انهي الحلقه بالكلام اللي فات ده، بس لا خلينا ننهيها بجد. هل انا ممكن اديبج البي اف كاش واعرف اذا كانت اشتغلت ليه او ما اشتغلتش ليه؟ فالاجابه هي اكيد مش هيسيبوك يدوك ايفنت بيج شو بيج هادر يقول لك خلاص هو يا لا يا لا ومفيش ليه. فكروم مثلا بيديك في الديف تولز بتاعته، في عندك في الابلكيشن في تاب في الديف تولز، عندك في الباك جراوند سيرفيسز على الشمال تحت حاجه اسمها باك/فورورد كاش. فانت هتلاقي كده في زرار فيها بيقول لك تيست الباك والفورورد كاش. لما بتدوس عليه هتلاقي بيسيب البيج اللي انت كارنتلي فيها وبيرجع لها تاني. فانت لو دوست عليه بيعمل تيست كده صغير، بيريلود البيج بسرعه كده، وتلاقيه لو نجحت هيعمل لك علامه صح كده ويقول لك تمام البيج دي شغاله من الباك والفورورد كاش زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. طيب نفترض ان كان في مشكله، ايه اللي بيحصل؟ فهتلاقيه بيقول لك لا، ان انت ما عرفناش نعمل باك وفورورد كاش للبيج دي، وبيحط لك سيكشن في الاكشنبل اسباب. يعني دي الاسباب اللي تقدر تتحكم فيها كديفلوبر، ولو ما فيش اسباب ليستد هناك فده معناه بص هو البراوزر قرر لسبب ما ان هو ما يعملهاش بي اف كاش، ولسه هو الموضوع ده مش اكسبوزد ليك كديفلوبر. بس سيكشن الاكشنبل ده بيبقى فيه كل المعلومات اللي انا قلت لك عليها. لو مثلا البيج بتاعتك فيها انلود ايفنت، هيقول لك البيج بتاعتك فيها انلود ايفنت، وبيقول لك كمان الانلود ايفنت فين. فلو الانلود ايفنت موجود مثلا على اي فريم فبيقول لك انهي اي فريم. فانت ممكن ببساطه انك تلاقي بسهوله جدا 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 ان انت اوكي هنحاول نتخلص من الايفنتات دي او نوبتمايزها بشكل ما، بحيث ان احنا ما نخليش حاجات دي تلود عندنا. فمثلا
مثلا عندي بيج فيها يوتيوب امبيد، ده هيبقى فيه غالبا انلود ايفنت، فده ممكن يبريفنت البي اف كاش. طيب اتخلص منه ازاي؟ ممكن ما تحملش الفيديو اصلا، حط ثامبنيل ليه واعمل يو اي كده الى حد ما زي بلاي بوتون ومش عارف ايه، واول ما اليوزر يدوس عليه لود الاي فريم ليزلي، بحيث انت ما لودتش اي ريسورس من اليوتيوب حتى يعني. فدي حاجه انت ممكن تعملها وهتمبروف الشانسز بتاعتك في البي اف كاش، لان مفيش انلود ايفنتس، مفيش اي حاجه ممكن تبريفنت الموضوع ده. وبرضه بيلستلك الاسباب كلها تقريبا. انا لما تستيت الموضوع ده جاب لي فعلا حوار انلود ايفنتس وكان سهل ابتومايز ليه. وفي نفس الوقت كان برضه قال لي في بعض البراوزرز، يعني مثلا بستعمل ارك، فتقريبا الفلاج بتاع البي اف كاش ديسيبلد باي ديفولت في ارك، مش متاكد ليه، بس دي حاجه انا كنت اكتشفتها انا، وقال لي على فكره انت مديسيبل البي اف كاش في البراوزر بتاعك، فده في ممكن تخش على اللينك ده لو chrome/flags وتنبله لو انت عايز. فده معناه ان انت عندك تول كويسه جدا، تقدر اي بي اي تقدر تدبجه، مش بتخمن معاه او ديترمينستيك الى حد كبير، وبتقدر انفلونس السبيد بتاعت البيج بتاعتك وتخلي الاكسبيرينس بتاعت اليوزر اكسبشنال. هو كان بيعمل حاجه وفجاه رجع، دي هتبقى سريعه جدا. انا مش متاكد ان هي worth it انك تعمل بي اف كاش في كل ويب سايتس، فدي طبعا حاجه انت لازم تاخد ديسيجن بتاعك كانجينير مع التيم بتاعك، هل انا محتاج او اوبتمايز وقت للقصه دي ولا لا. فحاجه زي كده ممكن تبدا بالميجرمنت، ميجر البيج شو، البيج هايد ايفنتس، شوف كم يوزر بيرجع من بي اف كاش او بيرجع من عموما، يعني بيرجع اليوزر عمل باك للبيج بتاعتك. ودي ممكن تبقى تعمل بيها كيس ان انت تقول يا جماعه احنا لازم نشتغل على دي، عشان ده يوزرز كتيره بتدوس على اللينك وترجع، بتدوس على اللينك وترجع، بتدوس على اللينك وترجع. ممكن انت ليستنج بيج، ممكن انت اي كوميرس في البيج، فاليوزر مثلا بيدور على برودكت فشايف ليستنج لشويه حاجات فبيدوس تمام لا مش عاجبني عايز ارجع، فلا يدوس تاني ويرجع. يعني حاجه زي كده انا شايفها ممكن تكون كريتيكال في ويب سايت زي دي بالذات. لان انا شخصيا كويب ديفلوبر انا بتحايل على الموضوع ده. انا لو بستعمل اس بي اي مثلا ابلكيشن وبفتح في مثلا وهو اي كوميرس وبفتح لينك، انا بفتحه اوبن نيو تاب ليه؟ عشان عارف ان هو مش بيرستوروا الستيت بتاعته او مش موبتمايزين البي اف كاش، فانا عارف ان لو دوست باك انا هرجع الود الليسته من الاول وجديد ومش هرجع مطرح ما انا كنت. فلا انا هاوبن نيو تاب ويبقى عندي 20 تاب كده بشوفهم واحد واحد واقفلهم واحد واحد اول باول. فدي مش اكسبيرينس حلوه. لكن لو اليوزر لاحظ ان الويب سايت بتاعك ايه ده، لا ده بيرجعني مطرح ما انا كنت، فده بيخلي الاكسبيرينس بتاعت الويب سايت ده ديلايتفول بالذات. ويب سايت ساس ابلكيشن زي مثلا عندي في رسائل مش مفيد قوي الاي بي اي ده فيه الصراحه، لان لو اليوزر ساب الويب سايت بتاعي فهو سابه خلاص، يعني لو رجع له تاني مفيش opportunities كتير ان هو ينافيجيت هارد نافيجيشنز في الاب بتاعنا. الاب بتاعنا بالكامل اس بي اي، فمفيش قصه دي. لكن اي كوميرس ممكن. وسريعا كده اقول نقطه سريعه هنا، انت لو بتستعمل ابس زي نيكست ونكست واس اس ار ابلكيشنز هتقول ماشي، ده معناه ان الاس بي ايز مش افضل حاجه قوي للبي اف كاش، فانا ممكن استعمل اس اس ار عشان هم بيوبتمايزوا لي. فلا خلي بالك ان مش كل اس اس ار زي بعض. فعندك نيكست ونكست الاثنين الى حد ما في نفس الخانه، لما بتستعملهم كسيرفر فهم بعد الانيشال اس اس ار لود بيتحولوا الاس بي اي. النافيجيشنز بعد كده كلها بتبقى سوفت نافيجيشنز، فده معناه ان هم مش بيستفيدوا من بي اف كاش برضو زيهم زي الاس بي اي. لما اليوزر يسيب الويب سايت بس ويرجع لويب سايتك بباك او حاجه زي كده، ساعتها بس هيستفيد من بي اف كاش، لكن مش هيستفيد بيه في الان اب نافيجيشن. لكن لو انت بتستعمل يعني ببيلد ويب سايت زي مثلا حاجه زي استرو ستاتيك بيجز، مفيش سوفت نافيجيشن ما بينهم، دي كي بوينت مهمه جدا جدا جدا. فاسترو بيعمل القصه دي باي ديفولت، وبالتالي بيحط الابلكيشن اللي انت عملته لو انت عامله باسترو بيحطه في بوزيشن افضل انه يستفيد اكتر من البي اف كاش. وخلي بالك البي اف كاش هنا هتبقى اسرع من الاس بي اي دوس باك يعني في معظم الحالات، لان انت بترستور من ميموري على طول، مفيش كود بيري رن. لكن في الاس بي اي غالبا الكود بيري رن، نجيب الكومبوننت اللي بتماتش الراوت ده بعد كده نعملها ماونت والكلام ده. القصه دي ما بتحصلش في بي اف كاش، هي immediate يعني. بس فاعتقد ده مش معناه استعملوا اسرو واستعملوا نكست او ما استعملوش نكست، ده ملوش اي علاقه، وانا مش شايف ان ده اي فاكتور ياثر على اي حاجه. بس اللي انا بقوله لو انت بتستعمل اسرو في الشغل بتاعك او في البلوج بتاعتك في الدوكيومنتيشن بتاعك، جرب توبتمايز البي اف كاش، لان عندك opportunity افضل هنا انك تفيد اليوزرز بتوعك بيها. بس انا عنهي الحلقه هنا، وان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه جديده. مع السلامه.